السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى كده بعمل قرنبيط بطريقة جديدة وعلى طول يفضل معاكي يعني مقرمش كده وحلو. انا جايبة قرنبيطة كبيرة كده وسلقتها، غسلتها الاول كويس جدا، وبعدين بقى حطيت حلة مية كده سخنتها وحطيت عشان هسلقها، حطيت حبة كمون وملح ومعلقة سكر صغيرة. خلاص، وزي ما انتوا كده شايفين معايا اهي كده هبتدي نسلقها بس ايه نص سليقة، مش سليقة يعني ما تسلقهاش تسلقيها سليقة كاملة يعني، عشان خاطر هي هتكمل سواها ايه في الزيت. خلاص، وتابع معايا كده الخطوات، هيقعد معاكي القرنبيط مقرمش حتى لو سبتيه برا او لحد تاني يوم الصبح. كده خلاص سلقتها. بصوا بقى الخلطة بتاعت القرنبيط اللي انا بعملها، دولت كوبايتين دقيق ودولت بيضتين. ماشي، وهنا بقى حاطه كل التوابل اللي عندك بقى، توم باودر وبصل باودر وبابريكا وبهارات وفلفل وملح وكمون، كل حاجه. خلاص، وديت نص ايه نص كوبايه نشا. النشا هو اللي هيدي القرمشه على فكره. ماشي، وتحطي برضو ايه معلقه بيكنج باودر صغيره. انا نسيت اقول لكم على البيكنج باودر يعني في الخطوات ديت، بس انا بقول لك يعني حطي معلقه بيكنج باودر صغيره. ماشي كده بقى، نزلت بكل المكونات اهي، وحطيت بقى ايه كوبايتين الدقيق، وهبتدي بقى احط بيضتين. عايزه تزودي بيض كتير حطي، بس انا ايه يعني استكفيت اللي هما ايه بالبيضتين، مش هحط بيض اكتر من كده. ومعلقه توم ايه مفرومه. التوم بقى بيودي طعمه في حته تانية خالص، يعني بيخليه طعمه جميل وريحته حلوه. خلاص، وتقطعي بقى ايه بقدونس كزبره شبت اللي يعجبك، يعني عايزه تقطعي بقدونس بس قطعي، يعني ايه الخضرة اللي عندك. عامة انا بحط ايه الخضرة كلها، يعني بقدونس وكزبرة وشبت. ونزلت بقى كده بايه بكوباية مية عشان خاطر ايه الخليط يفك معايا كده، وعايزاه زي ايه زي الكريمة كده، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، عشان يمسك كده في القرنبيطة لما اجي ايه اغطسها فيه. بس واهم حاجة عشان خاطر القرنبيطة يديكي القرمشة اللي انا هقولك اللي انا هوريها لك ديت، لازم الزيت يبقى سخن، مش تعلي عليه قوي، لا يعني يبقى سخن كده شوية. واما تبتدي بقى تنزلي بالقرنبيط هدي النار عليه. خلاص، بصوا بقى كده قوامه. هزود برضو حبة مية صغيرين لان انا حسيته ان هو تقيل. ماشي اهو. بس هوريكي بقى القوام بتاعه كده، تقعدي بقى تضربي بالمضرب بقى لحد ما ايه كل التكتلات اللي فيه ديت تفك. اهو بصي بقى، انا عايزاه كده ولا سايل قوي ولا تخين قوي، كده بقى يمسك في القرنبيطه وانتي ايه بتحطيها في الزيت. خلاص اهو كده خلاص عملته. اهو ديت بقى ايه حبة بقدونس على حبة كزبرة على حبة شبت صغيرين، يعني مش كتير. وهبتدي بقى ايه اضربها كده مع بعض كده، اقلبهم كده في الخليط. ويا ريت لما تطلعي القرنبيط من المية السخنة حطيه تحت مية ساقعة على طول، عشان ايه ما يكملش سوا، يعني ايه وهو سخن كده يتهري. ماشي، بصي بقى الخلطة اللي انا عملتها اللي هي للدقيق واللي انا كنت عاملاها للقرنبيط ديت، نسيت اشيل منها حبة على جنب عشان خاطر ايه اقلب فيها القرنبيطة، فروحت حاطة تاني دقيق والنشا، وحطيت كل التوابل تاني زي ما هي، يعني تبلت الايه الدقيق دوت اللي انا هحط فيه القرنبيط. ماشي، هنا بقى ابتدي انزل كده بقى ايه بالقرنبيط كده في الخلطة، وهبتدي بقى اخده كده من الخلطة واروح حاطاه ايه في الدقيق، ومن الدقيق دوت على الزيت على طول. جربي بقى الخلطة ديت كده وهتعجبك قوي، وهيفضل القرنبيط مقرمش وجميل معاكي. اهو كده صفيته اهو كده زي ما انتي شايفة. وهبتدي بقى ايه احطه بقى كده، وانا كده كده متبلة الايه الدقيق ده يعني. وتحطي برضو فيه بصل باودر وتوم باودر، يعني نفس التوابل اللي حطيتيها على الخلطة بتاعة القرنبيط حطيها في الدقيق ده اللي انت اللي انت هتحطي فيه القرنبيط كده، وتحطي منه ايه على الزيت على طول. خلاص
اهو معاكي كده، جربيها وطعمه هيعجبك وهيبقى جميل جدا. بصي اهو خلاص كده عملتها. هنا بقى ايه، كنت حطيت اهي الزيت كده سخنته كويس اهو. بصي، واول ما تحطي تهدي عليه النار، بس مش توطيها يعني، لا هديها يعني، خليها ايه متوسطة، علشان ما يستويش بسرعة او ياخد لون بسرعة ومن جوه يكون لسه ايه يعني ما كملش، يعني يكون لسه ني، لا. وسيبيه براحته بقى اهو. بصي كمية الزيت، لازم الزيت يبقى كده. وهو بصي بقى كده بعد ما طلعته بوريكي. كنت عايزة اسمعك صوته بس للأسف بقى انا ايه بسجل يعني الفيديو كده بعد ما خلصت. بصي بقى شكله، عايزة اقولك وطعمه تحفة، وفضل مقرمش لحد تاني يوم. جربي الخلطة ديت كده وهتعجبك. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا طبعا. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.